Salam, j'espère que vous allez bien. Il est la première fois de faire la vidéo تاعي. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche. هكذا باش يوصل لكم كامل les nouvelles vidéos اللي نحطهم في لاشين. في لا فيديو تاع اليوم جبت لكم لا ريسيت تاع هاد الخبز تاع لي زامبورغر. وصفه سهله وناجحه 100%. الخبز يجي مقطن وخفيف وجو سوي سيغ الا سيتوها دوك تستغناو على كامل الوصفات الاخرين. تفرجوا لا فيديو معايا حتى التالي باش تعرفوا على لا ريسيت. نبداو لا ريسيت بالمقادير تاع العجينه. دوك نكتب لكم المقادير كامل في صندوق الوصف. دونك نحتاجو 500 غرام تاع الفارينو، نزيدو لها 2 ملاعق كبار تاع السكر، ونزيدو لها ملعقه كبيره ونصف تاع الخميره تاع خميره الخبز. نخلطو ونزيدو حبه بيض كامله، ونزيدو الزيت. دونك 5 ملاعق كبار تاع الزيت، ونزيدو لها 2 ملاعق كبار تاع الحليب اون بودر، حليب غبره. الا ما عندكمش حليب غبره غومبلاسيو الماء بالحليب. ونزيدو ملعقه كبيره تاع الخل. وهنا عندي الماء. نعملو العجينه شويه تلصق في اليد، ما تكونش ناشفه بزاف. دونك فو ميو تخلطوا بيديكم باش تعرفوا القوام تاع العجينه. هنا نزلت الملح، عجنوا بيديكم باش تعرفوا القوام تاع العجينه. انا هنا جريتها شويه بزاف. دونك هنا نعملها على سطح العمل باش نجم نخدمها مليح. نزيد لها ملعقه كبيره تاع الزبده، نخلطو مليح، ندخلو مليح هذيك الزبده في العجين. انا هنا دوك نزيد لها شويه فارينه باسكو راها عندي جاريه بزاف. دونك سي بور سا قلت لكم نتوما نخدموها بيديكم باش تعرفوا القوام تاع العجينه. ندلقها شويه. دونك هو دي العجينه مور ما دلقتها تجي شويه طريه، ما نعملوهاش ناشفه بزاف باش يجي هذاك الخبز خفيف. دونك نجيب ان بول ولا ريسيبيون، ندهنو بالزيت ونعمل العجينه تخمر. خليوها حتى لي تضاعف الحجم تاعها. نعمل على السطح شويه تاع الزيت باش ما تنشفش. دونك نخليوها تخمر حتى لي تضاعف الحجم تاعها. هنا مور ما خمرت العجينه نرش سطح العمل بشويه تاع الفارينو. نحط العجينه تاعي فوق لو بلون دو طرافاي، نرشها بشويه تاع الفارينو، نديغازيوها شويه. انا خدمت هاد لو بودون ونعمل قطع. دونك الوزن تاع الخبز نورمالمون 100 غرام، ما يديباسي اونتر بين 90 الى 120 غرام. انا عملتهم 100 غرام 100 غرام. دونك تحصلت على 11 الخبزه. هنا نكوروهم. دونك شوفوا الطريقه كيش نعمل. هنا زوميت باش تشوفوا كيش نعمل باش نكورهم. هنا نكور كامل الكرات اللي راهم عندي، كامل العجين اللي عندي، ونعملهم في صينيه تكون فيها بابي كويسون.
مور ما نكور كامل العجينات تاعي، هنا نرش يدي بشويه تاع الزيت. دونك ندهن يدي بشويه تاع الزيت ونحلهم ونخليوهمش هكذاك. دونك نحلهم شويه وهنا نعملهم يخمروا. هنا مور ما خمروا هذوك الخبيزات ندهنهم بصفار تاع البيض مع شويه تاع الحليب. وهنا راني مسخنه الفوغ تاعي على درجه حراره 200. وهنا نزيدوا لهم ججلان ولا سانوج ولا شوفان، دونك كل واحد ولا الذوق تاعو. هنا نعملهم يطيبوا. دونك الفوغ يكون مسخن على 200 درجه، نخليوهم حتى لي يحمروا مليح. هنا ملاحظه، الا عندكم الفوغ تاع المروحه ما تعملوش المروحه باش ما ينحللكمش، باش ما ينشقوش. خليو الفوغ شالور ستاتيك، يعني حراره عاديه. دونك هما دول الخبيزات مور ما طابو، شوفوا كيش يجي خفيف. هنا نفوتو نخدمو همبرغر واحد. دونك باش تكون عندكم فكره. شوفوا كيش يجي هذاك الخبز، دونك كيما الخليه تاع النحل. دونك نبدي ندهن الخبز بهاد لاصوص. خدمت فيه، عملت فيها فرomاج بلون مع شويه مايونيز، كيتشاب ولا موطارد. دونك فرomاج بلون هو فرomاج ريجيم. نعمل ورقه سلاطه. هنا عملت شويه بصل كراميليزي. دونك انا بارطاجيت معكم هاد الفكره، نتوما نعملوه بالصوالح اللي تحبوهم. هنا نزيد اون طرونش تاع طوماطيش ولا فيونداشي ونبلع الخبز. دونك هو دا الهمبرغر مور موجود. ان شاء الله لا غوسيت تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. الا سيتوها بعثوا لي التطبيق تاعكم في الانستغرام تاعي، دوك نحط لكم لو لين ولا الرابط في لا بار دانفو ولا في اسفل الفيديو. والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.